السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي في كل مكان، برحب بيكم النهاردة إن شاء الله. هنحل مع بعض أداءات وتقييمات مادة التاريخ الأسبوع التاني. معاكم مستر عبد الله مجدي، ويلا بينا نبدأ أول سؤال في أسئلة ورقة عمل الحصة اللي هو الأداء الصفر. أول سؤال بيقول: حاجة أم الاختراع، حكمة طبقها المصريون القدماء باستخدامهم. يعني طالما أنت محتاج حاجة فبتخترع. تمام. طيب المصريين اخترعوا ايه علشان هم محتاجين؟ اخترعوا الكتابة على الأسطراقة، لأن البرديات كانت غالية، كان بيصعب الحصول عليها. علشان كده اتجهوا لبديل آخر وهو الأسطراقة، لأن الأسطراقة سهلة، سهلة الحصول عليها ومتوفرة، وكمان بيسهل الكتابة عليها والمسح. طيب إجابة السؤال الأولاني هو الأسطراقة. تاني سؤال بيقول: يصنف كتاب رفاعة الطهطاوي تلخيص الإبريز في تلخيص باريس، والذي يتضمن تسجيل مشاهدته في بعثة لفرنسا على أنه، يبقى الراجل ده راح فرنسا وسجل ووصف ما شاهده في فرنسا. إذا إنه كتاباته بتعد مصدر أولي. ليه؟ لأنه الأحداث اللي كتبها هو أصلا شافها، فهو ده مصدر أولي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: تم توثيق الوحدة السياسية التانية بين شمال مصر وجنوبها قديما على هل لوحة الكرنك ولا حجر باليرمو ولا بردية إبريس ولا صلاية نعرمر؟ طبعا الإجابة الأدق هتكون صلاية نعرمر، هي أصلا بتاعة الملك مينا اللي وحد القطرين، أو وحد شمال مصر وجنوبها. فهي معمولة يعني للوحدة دي. يعني هي الأساس بتاع الصلاية، الكتابات اللي عليه أو المحتوى اللي فيها، هي الوحدة السياسية التانية. تمام. آه، السؤال اللي بعد كده بيقول: آه، يمكننا دراسة رحلات الملك سنفرو التجارية لجلب خشب الأرز من بلاد فينيقيا من خلال. طبعا سنفرو ده أحد ملوك الأسرة الرابعة. طب أنا عشان أجيب معلومات عن أحد ملوك الأسرة الرابعة، طبعا هتجه لحجر باليرمو اللي فيه كتابات عن ملوك عصور ما قبل الأسرات إلى ثالث ملوك الأسرة الخمسة، اللي من ضمنهم طبعا الملك سنفرو. تمام. أما بردية إبريس طب، صلاية نعرمر الوحدة التانية، الأسطراقة كتابات وخطابات وحاجات اجتماعية عن المصريين. طيب بعد كده بيقول: برع المصريون قدماء في علم التشريح وظهر ذلك من خلال. طبعا بردية إبريس، لأن بردية إبريس بتعد أقدم مخطوطة علمية بتحتوي على معلومات هامة في الطب وعلم التشريح والعلاج. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: دلل على صحة العبارة التالية: تعد صلاية نعرمر نموذجا هاما لدراسة بعض جوانب الحضارة المصرية القديمة فنيا وعسكريا. إذا إن أنت هتذكر أهمية صلاية نعرمر من الناحية الفنية ومن الناحية العسكرية. طيب تعال نقول من الناحية الفنية إن هي بتحتوي على رسومات بارزة من الأمام والخلف، ده فنية. طيب وبرضه فيها صورة للملك مينا وهو يضرب الأعداء، بالإضافة إلى صور الجنود وبعض الأسلحة. طيب ده الجانب العسكري. يبقى الجانب الفني الصور، الجانب العسكري مينا والجنود وهم بيضربوا الأعداء. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: استخدم استخدام الأسطراقة في مختلف أشكال الحياة اليومية للطبقتين المتوسطة والفقيرة في مصر القديمة. بيقول ايه السبب؟ فسر ذلك. ليه بيستخدموا، ليه الطبقتين المتوسطة والفقيرة هما اللي استخدموا الأسطراقة؟ طيب ليه استخدموها؟ لأنها متوفرة، لأن استخدموها بسبب إنها متوفرة بيسهل الحصول عليها. طبعا ده بسبب برضو صعوبة الحصول على ورق البردي. كمان في سهولة في الكتابة على الأسطراقة، بيسهل الكتابة عليها وبيسهل المسح الكتابة. خلاص، علشان كده استخدموها في التدريب على الكتابة. تمام. السؤال اللي بعد كده يا شباب وهو في الواجب المنزلي. يبقى احنا كده بدأنا في الجزء بتاع الواجب المنزلي. بيقول: نستطيع التعرف على بعض المعلومات عن الحالة الاقتصادية والأحداث السياسية للحضارة المصرية القديمة من خلال. طيب تعالوا نشوف كده الإجابة الأدق ممكن نطلعها ازاي. السؤال ده نحله أكتر بالاستبعاد. يعني مثلا نقود ومسكوكات، لا، نقود والمسكوكات
ما بنعتمدش عليها في دراسة الحضارة المصرية القديمة، علشان المصريين ما عرفوش النقود والمسكوكات. طيب الكتابات الدينية، لا، الكتابات الدينية مش هيبقى فيها حالة اقتصادية ولا أحداث سياسية. تمام. طيب الأسطراقة برضو كان فيها حاجات اجتماعية أكتر. تمام. كان فيها خطابات، كان فيها تسجيل، كان فيها إصالات أمانة، تدريب على الكتابة. لكن ممكن أقدر أطلع من الأساطير بعض الأحداث السياسية والحالة الاقتصادية، لأن الأساطير بتتكلم عن الحياة الاجتماعية اللي جزء منها حياة المصريين والأحداث السياسية كانت موجودة وقتها. طبعا احنا استبعدنا اتنين من العناصر، او اتنين من المصادر الاوليه. تمام. وده معناه انه عادي ممكن نعتمد في دراسه حضارتنا على المصادر السنويه، ما هي مش كلها غلط، يعني هي اساطير، حكايات ممكن ما تكونش حقيقيه، بس مش كلها غلط، علشان كده ممكن نعتمد عليها. بس وهي الاجابه الادق. طيب، تظهر لنا صلاية الملك نعرمر بعضا من جوانب الحياة المصرية القديمة. في الناحية، طبعا صلاية الملك نعرمر بتوحد بتعبر عن الوحدة السياسية التانية لما وحد مصر شمالا وجنوبا، فطبعا ناحية سياسية. السؤال اللي بعد كده بيقول: القدرة على إيجاد البدائل مقولة طبقها المصريون عند استخدامهم طبعا الأستراكة كبديل عن النبات البردي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: يعد المجتمع المصري قديما مجتمعا طبقيا، نستنتج ذلك من خلال أستراكة برضو، لأن الأستراكة استخدمها كل من الطبقتين، الفقيرة والمتوسطة. طبعا السبب علشان هي كانت سهلة الحصول عليها، وكمان بيستخدمها المصريين في حياتهم اليومية. طيب يمكننا معرفة معلومات عن رحلات الملكة حتشبسوت التجارية في عصر الدولة الحديثة من خلال، طيب، كتابات هيرودوت ولا كتابات أفلاطون ولا حجر باليرمو ولا صلاة نعم؟ طيب السؤال ده برضو لازم نحله بتركيز شوية. يعني مثلا الملكة حتشبسوت ديت من ملوك العصور الحديثة. طيب فصلاية نعرمر ما تنفعش عشان فيها الوحدة التانية والأسرة الأولى والتانية. حجر باليرمو فيها أحداث أو أهم أعمال ملوك العصور ما قبل الأسرات لغاية تالت ملوك الأسرة الخمسة. كتابات أفلاطون برضو فلاسفة فمش معانا، ما أقدرش أعتمد عليها. كتابات طبعا كتابات أفلاطون فلاسفة يونانيين فمش حضارة مصرية. طيب كتابات هيرودوت هي اللي تمشي معانا، لأن كتابات هيرودوت هو كتب عن مصر في الكتاب بتاعه، كتاب تمحيص الأخبار، تحديدا في الجزء الثاني اتكلم فيه عن مصر، واتكلم عن أهم أعمال ملوكها وجغرافية مصر والعمران. فهتبقى كتابات هيرودوت. طيب بعد كده بيقول: يعد كتاب تمحيص الأخبار مرجعا شاملا لحضارة مصر القديمة وقت كتابته. ليه؟ ناقش ذلك تاريخيا. طبعا لأنه تحدث فيه هيرودوت في الجزء الثاني عن مصر، وتحدث عن جغرافية مصر وأهم أعمال ملوكها ومظاهر حضارتها والعمران. بنلاحظ إن الأسئلة بتتكرر والدنيا بتبقى سهلة مع الوقت. طيب بعد كده بيقول: استنتج أهمية الاكتشافات التاريخية والأثرية كمصدر لدراسة الحضارات. طبعا من خلال الاكتشافات التاريخية ديت بقدر أعرف إيه؟ بقدر أعرف عن معلومات عن الحضارة، وبدون الاكتشافات التاريخية ديت هيصعب الوصول إلى الحقائق التاريخية. طول ما بيحصل اكتشافات أثرية، طول ما بتعرفني عن معلومات أنا مفتقدة، أو الحضارة او احنا مفتقدينها بشكل عام، ف بتفيدنا يعني ال... الاكتشافات التاريخية والأثرية. طيب
نخش على أهم أسئلة، وهي أسئلة التقييم الأسبوعي، تحديدا المجموعة الأولى. بيقول: أي من الآتي تعد أحد نتائج توافر التربة الفيضية في مصر القديمة؟ طبعا هتبقى الشقفات اللي احنا قلنا عليها ايه يا شباب؟ قلنا عليها اللي هي الأستراكة، اللي بتتعمل من الفخار، اللي هي أصلا من التربة الفيضية. وقلنا قبل كده إنه أكتر مكان ممكن يلاقي فيه شقفات هي القرى اللي قريبة من نهر النيل. طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده. يقول: تمثل الصورة المقابلة إحدى البرديات المصرية، من خلالها نستنتج أن البرديات أكثر دقة في معلوماتها كمصدر تاريخي من إيه؟ طيب البرديات دي يا شباب من المصادر الأولية، فأنا يعني ده مصدر أولي. طب هيبقى إيه؟ هيبقى أكثر دقة في معلوماته عن مين؟ أكيد عن المصدر الثانوي. تمام، مش احنا قلنا المصادر الأولية أكثر دقة من المصادر الثانوية؟ فهو أنا عايز يقول لك إن البرديات أكثر دقة من إيه؟ فأنا هختار مصدر ثانوي اللي هو قصة إيزيس وأوزوريس. تمام. صلاية صلاية نعرمر ده مصدر أولي، وده مصدر أولي، وده مصدر أولي. تمام يا شباب. طيب بعد كده بيقول: يستطيع الدارس للتاريخ أن يتعرف من خلال صلاية نعرمر وحجر باليرمو معا على انتصارات الملك مينا، ولا بناء الهرم الأكبر، ولا تمثال الملك تحتمس الثالث، ولا رحلة سنفرو إلى فناقيا. طيب نركز بس في السؤال. هو بيقول: يستطيع الدارس للتاريخ أن يتعرف من خلال صلاية الملك نعرمر أو صلاية نعرمر وحجر باليرمو على إيه؟ نقدر نعرف من الاتنين انتصارات الملك مينا. هي سهلة خالص من الاتنين، ودي الحاجة المشتركة أصلا ما بين صلاية نعرمر وحجر باليرمو، إنه الاتنين فيهم الوحدة السياسية التانية، هي انتصارات الملك مينا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: دلل دلل على صحة العبارة تاريخيا. تقدم المصريين القدماء في علم الطب بصورة كبيرة. وطبعا ده بيظهر ذلك من خلال الدليل على ذلك بردية إبرس. اللي بتعد أقدم مخطوطة علمية، اللي بتوضح مدى تقدم المصريين في علم الطب، ومدى تخصصهم في الطب أو تخصصهم في علم الطب فيها العلاج والتشريح الفسيولوجي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: بما تفسر بما تفسر هناك صعوبة في الحصول على معلومات تاريخية عن عصر ما قبل الأسرات. طبعا ده بسبب صعوبة وجود مصدر يعتمد عليه في دراسة عصر ما قبل الأسرات. مفيش مصادر نقدر نعتمد عليها في دراسة عصر ما قبل الأسرات. ممكن الآثار وممكن حجر باليرمو، مفيش بقى مصادر تانية ممكن نعتمد عليها في آه، دراسة عصر ما قبل الأسرات. طيب السؤال اللي بعد كده وهو في المجموعة التانية: تغلب المصريون القدماء على بعض مشاكلهم في حياتهم اليومية من خلال استخدامهم. بنلاحظ ان هي الأستراكة متكررة كتير وسهلة قوي. خلاص فهتبقى الأستراكة طبعا. يمكننا معرفة المزيد عن الأثر المقابل من خلال الرجوع إلى ده هرم. فهرم ممكن أسرة رابعة مثلا، ده ممكن أسرة رابعة. فخلينا نستنتج مثلا من الإجابات اللي مديهاني. صلاية نعرمر فيها معلومات عن الوحدة السياسية التانية، ونعرمر هو بيهزم الأعداء. قصة الطوفان دي من المصادر الثانوية. تمام. ف حجر باليرمو خلينا الأول في بردية إبرس. طب حجر باليرمو فيها أهم أعمال الملوك من عصور ما قبل الأسرات لغاية ثالث ملوك الأسرة الخمسة. فحجر باليرمو هي الأدق. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: استخدام المصري القديم للمقايضة جعلنا نفتقد بعض الأوقات مصدرا تاريخيا هاما نتمثل فيه.
هو يعني ايه المقايضة؟ بيتبادلوا السلع بسلعة، عشان ما كانش فيه ايه، ما كانش فيه نقود ومسكوكات. فلما لما ما كانش فيه نقود ومسكوكات، ده خلانا ما نفتقد مصدر هام، وهو النقود والمسكوكات. السؤال اللي بعد كده بيقول: دلل على صحة العبارة تاريخيا. تعد الأستراقة مصدرا هاما لدراسة تاريخ الطبقة الوسطى والفقيرة بمصر القديمة، لأن الأستراقة استخدمها المصريين في مختلف أشكال الحياة اليومية، زي تحرير الرسالات والخطابات والتدريب على الكتابة. طبعا الأستراقة بتتكرر معانا كتير، والموضوع بقى أسهل يعني. بيقول: حدد العلاقة. السؤال اللي بعد كده: حدد العلاقة بين مؤرخو الإغريق ودراسة التاريخ المصري القديم. طبعا قام هيرودوت، وهو مؤرخ إغريقي طبعا، بالتحدث عن مصر في كتابه تمحيص الأخبار، تحديدا في الجزء الثاني من الكتاب ده، وكتب فيها عن مصر، تحديدا عن أهم أعمال ملوكها وأحداثها التاريخية ومظاهر حضارتها. وبكده خلصنا المجموعة التانية، نخش بقى على المجموعة التالتة. ونبتدي بأول سؤال: تتميز المراجع عن المصادر الأولية في دراسة التاريخ بأنها تنتمي لوقوع الحدث؟ أكيد لأ، مش بتنتمي لوقوع الحدث. ده المصادر الأولية هي اللي بتنتمي لوقوع الحدث. أكثر دقة وموضوعية برضو المصادر الأولية. طيب الثبات وعدم التغير فيها؟ لأ، ممكن تتغير عادي زي الأساطير، ممكن تتغير عادي. إنما سهولة الحصول عليها هي الإجابة. يبقى تتميز المراجع عن المصادر الأولية في دراسة التاريخ بأنها يسهل الحصول عليه. طيب نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول: يعد وجه الشبه بين قطع الأستراقة وصلاية نعرمن كمصدرين من مصادر التاريخ أنهما إيه؟ بيتميزان بالدقة والموضوعية. خلاص مش هكمل يعني، الاتنين بيتميزوا بالدقة والموضوعية. طب نكمل كده ونشوف، يمكن في إجابة أصح. يميلان للمبالغة في تناول الأحداث. إزاي يعني؟ هم أصلا مصادر أولية، تمام، مدون عليها أعمال الملك أحمس. صلاية نعرمر لأ. مرجعا لدراسة الكاريكاتير لأ يعني، فهي أول إجابة هي اللي صح. طيب تمام. طيب يمكن معرفة بعض الجوانب المناخية والجغرافية لمصر من خلال كتابات طبعا هيرودوت. علشان هيرودوت اتكلم عن جغرافية مصر. ولما اقول لك اتكلم عن جغرافية مصر، قلنا قبل كده في الشرح انه الجغرافيا بتنقسم لحاجات كتير، من ضمنها المناخ، ممكن تضاريس، ممكن تقسيم عمراني، وهكذا. اي حاجة لها علاقة بالجغرافيا يبقى هيرودوت كتب عنها. طب عرفنا ازاي؟ عرفنا من كتابات هيرودوت في كتابه تمحيص الأخبار في الجزء الثاني من الكتاب. طيب السؤال اللي بعد كده هو مقال بيقول: استنتج العلاقة بين بردية إبرس والعلوم التطبيقية في مصر القديمة. طيب الإجابة طبعا هتكون: حيث توجد بردية إبرس التي تحدثت عن أحد العلوم التطبيقية وعلم الطب، وتعتبر أقدم مخطوطة علمية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: من خلال دراستك لمصادر دراسة الحضارات، بيقول وضح الأسباب التي تجعلك تحافظ على الآثار. أنا هتحافظ على الآثار ليه يعني؟ أكيد علشان الآثار ديت تعد مصدر هام لدراسة الحضارة المصرية، وبدونها مش هقدر أدرس الحضارة المصرية القديمة. طيب بس، وبكده خلصنا، ونتقابل إن شاء الله في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.